الوصفة تاع اليوم بزاف هايلة كيما راكم تشوفوا. انا سميتو قوارب بان دي بيس. يجي بزاف هايل هذا الكاطو صراحة، وصفة هايلة اقتصادية وبزاف بنينة. كيما راكم تشوفوا يجي محشي بالكراميل وغلفتو من الفوق بالبان دي بيس. يجي هايل، المقادير تاعو بسيطة، ما فيش ماهوش مكلف، يجي بزاف بنين. شوفوا هنا في المقادير عندي 125 غرام تاع المارغرين، لافاني، حبة بيض وصفر، زوج مغارف تاع سكر كلاصي، زوج مغارف تاع المايزينا، عندي لاروم تاع البخاليني، الفارينة، ونص باكيت تاع الخميرة. نخدم مليح الزبدة مع السكر حتى نتحصل على قوام كريمي. من بعد مباشرة نضيف الحبة تاع البيض والصفار. نبدأ نضيف البيض بالحبة، هنايا عندي حبة وصفار، نخدم مليح ونكمل باقي المكونات. نضيف المنكه، ديروا كمية مليحة لخاطر راح نتحصلوا على الذوق واللون، يجي بزاف هايل هذا. تحبوا تخدموا بالباتور ولا بالبيترا راح ينقص عليكم التعب. مباشرة نضيف هنايا النواشف، عندي زوج مغارف تاع المايزينا. هذه الكمية صراحة قليلة بصح تمدلكم قاطو بزاف هايل. دركا مباشرة هنايا انا نبدا نضيف الفارينة والباكي تاع نص باكي تاع الخميرة، نلم العجينة تاعي نتحصل على هذا القوام. شوفوا كيفاش تجي طرية وما تلصقش، وشوفوا اللون هذا اللي تتحصلوا عليه صراحة، والنكهة بزاف بنينة. شوفوا لهنايا انا مانيش حنستعمل طابع ولا حنخدمهم على شكل قوارب بيدي بهذه الطريقة. شوفوا اللي موالفين يخدموا عينهم ميزانهم، اللي ماشي موالفين يوزنوا الحبات كيف كيف يتحصلوا على هذا القوارب هذو. شكلوهم وديروهم في صنيوه تاعكم. هنا الكوشه تاعي انا راهي سخونه، طيبوهم مليح من تحت حتى يحماروا، ومن بعد زيدوا شعلوا لهم شويه من الفوق قيس ما ينشفوا. هذا ما كان الطياب تاعهم بزاف سهل وما يطولوش في الطياب. شوفوا لهنايا بعد اللي طيبتهم هذه هي النتيجه اللي تحصلوا عليها. ما يهمكمش هنايا الكاطو تاعكم راح يتشقق شويه بصح نزينوه. نجيب انا المغرف تاع القهوه ونبدا نحفر في الحبات تاوعي بهذه الطريقه، ندير فيهم ثقب كامل. الحبات اللي راكم تشوفوا فيهم نحفرهم. انا تحصلت على 30 حبه، ومن بعد نعمرهم بالتوفيا كراميل ونلصق حبه مع حبه. نزيد نحفر معكم حبه. هنايا خلوا الحلوى تاعكم تبرد مليح باش تبداو تحفروا فيها باش ما تفتتش. وكما قلت لكم عمروها بالطوفيه كراميل ولصقوا حبه مع حبه. هذه هي. شوفوا انا كي لصقتهم هنا، كي تلصقوهم ما تخلوهمش حطوهم بهذا الشكل هذا باش ما يسيحش الكراميل. ومن بعد مباشرة نبدأ نغلف بهم بالكراميل. نغلفهم كامل الحبة اللي عندي نغلفها بالكراميل. جيبوا البانسو ولا بيدكم عادي وتمسحوا وتدهنوا الحبة تاعكم بالكراميل. جيبوا لهنايا الخبز التوابل، خيروا تكون كيما نقولوا خيروا نوعيه مليحه، رحوه في الروبو تاعكم حتى تحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه، ورمدوا فيه الحبه تاعكم. كيما قلت لكم هنايا رمدوا الحبه مليح جميع الاطراف. هنايا ما تخلوش حتى فراغ يبان ولا. ومن بعد مباشره حطوها في لي كيسات. دوكا انا نوريكم الحبات مزينين. شوفوا النتيجه في الاخير اللي تحصلت عليها، يجي بزاف هايل، يجي الشكل تاعو راقي، يجي بزاف هايل. انا التزيين درت له نص حبه تاع سوريس كونفي. التزيين يبقى لكم اختياري اللي من الفوق، يجي هايل. المهم صراحه بنين هذا الكاطو. جربوا الوصفه، خلوا لي رايكم وبقاو على خير. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.